انا دوري كلاعب، انا بتكلم على دوري كلاعب. اقول لك حاجه، اتفضل. سيبك من المدير الفني. كويس. مع ان المدير الفني المفروض 90% هو اللي يصلح لي. ماشي كويس، مفيش حد يصلح لي غيره هو، وهو اللي هيكلمني وهبقى مقتنع بيه. كويس خلاص. انا دوري بقى كلاعب. انا دوري كلاعب. ماشي. يعني ما بحبش اقول انا كنت بلعب، بس لما كنت بلعب مباراه وببقى كسبانها مثلا بعمل كام غلطه مبدئيا كده، كنت بروح اتفرج على المباراه وافضل الوم نفسي طول اليوم. برافو عليك. مش طايق اللي هو انا ازاي اغلط غلط زي ده. صح. ما هو انا بص يا ايمن، لو ما جاتش من جوايا خلاص انا هفضل كده محلك سر، هبقى عارف ايه موظف. بروح بمضي باخد الفلوس اللي باخدها ربنا يزيدهم كلهم، والعمليه ماشيه والحمد لله. النادي الاهلي باي حد بيكسب، ده النادي الاهلي باسمه خلاص. بس هيجي وقت الموضوع ده مش هينفع، اللي هو اللي انت فيه الوقت. ربنا بيعدي لك مره واثنين، وبعدين ربنا بيديك نعم كتير جدا، بس انت ماشيه وبنكسب ومش مشكله، والنهارده غلطت النهارده اصلح بكره بالزبط. ما ينفعش حضرتك لو مش من نابع من جواك انك تحسن نفسك وتبقى خايف على نفسك واخطائك تقل على المستوى الفردي. عارف انت العدوى؟ هتبقى عدوى في الفريق كلها. خلاص حلو، ما عدوى. ماشي. انا هغلط، ده هيغلط، هتقع الغلط يبقى غلط جماعي. حضرتك مين اللي هيشيل الليله كلها؟ مين اللي هيدفع الفاتوره؟ الفرقه طبعا، وجماهيرك اللي هتموت. طبعا. ايمن بص يا ايمن، هقول كلمه يعني اللي يزعل ومعلش، ده اللي انا حاسه. انا حاسس النهارده كان في اهانه حصلت للنادي الاهلي. طبعا دي مش هزيمه طبعا، دي اهانه للنادي الاهلي. اخسر 5، النادي الاهلي يخسر 5، دي اهانه يا جماعه. والله العظيم اهانه. يعني الحمد لله الواحد ما دخلش في الموقف ده. ما كنتش عارف الواحد ممكن يعمل ايه. انا ما كنتش هخرج من الملعب، كان هيحصل لي حاجه. 5 ليه؟ 5 ليه؟ 5 يا جماعه، دي نتيجه مهينه. اي اهلاوي النهارده حاسس باهانه، والله العظيم. اصغر اهلاوي يا ايمن مش لعيب كوره في النادي الاهلي، كلنا كده انا بتكلم، سيبك احنا لعبنا في النادي الاهلي وعارفين قيمته. انا بقول لك على اصغر مشجع في الشارع كده بيتفرج على النادي الاهلي، حاسس النهارده في اهانه حصلت. هو اتهان شخصيا في شكل النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي غير ب 5-2. ازاي اقبل على نفسي يجي فيها جول؟ ماشي، الثاني ماشي، الثالث، وحاله استسلام وتراخي. ايه ده؟ ليه؟ وبعدين المطلوب بقى بعد كل ده نقعد نتعب نفسنا انت وكابتن شريف واسامه وعادل وانا، ونقعد نشد ونجذب ان احنا طب الامكانيات ايه؟ طب مين يسيب مين؟ ايه ده؟ ده من امتى ده؟ السنتين اللي فاتوا ولا 3 كنا كده، بس مش بالمنظر ده. انا ما بحبش، بكره كلمه اصل انا فاتت كنت كده، انا بكرهها. طب يا سيدي مش ربنا الحمد لله سهلها، مش ده الصح. ما هو مش صح، ده مش الطبيعي. الحمد لله سهلها في مره ثانيه. ناس بتدعي لك وناس بتحبك وفي حد من جواك يستاهل. لكن هل هو ده هيبقى المنطق اللي همشي عليه؟ النادي الاهلي يستنى في كل نهايه بطوله مجموعه ان فريق تاني يخدمني؟ ما هو دي بص يا ايمن، الكوره اصلها ما فيهاش، هي مش فهلوه، في حاجات منطقيه كده. مين في افريقيا والشرق الاوسط ما يعرفش مين النادي الاهلي؟ انسى طبعا. كله عارف ايه قيمه النادي الاهلي بتاريخه، ببطولاته، بلاعيبته، بمدربينه، بمجلس اداراته، كل حاجه برؤساء انديته. دي حاجه مفروغ منها، خليها على جنب. كويس. لكن المهم انت كلاعب تحس بالقيمه دي. حس. انا النهارده في ناس مش عايز اقول اسامي، ناس لعبت وخرجت ما حسيتش بيها. في ناس نزلت. المفروض بص يا ايمن، اللي بقعد احتياطي ده كم مره يقولها لي كده، بقعد احتياطي ببقى انا بغلي. انا عايز العب، عايز تنزل، عايز العب مكان اسامه، مع ان اسامه ده حبيبي وصاحبي، بس انا عايز العب. صح. هي دي المنافسه، بس اللي بيعملها المدير الفني. للاسف هي غايبه. المنافسه بين اللعيبه غايبه. الغيره وان انا عايز العب وابقى رقم 1 غايبه. طب ما انا هقول لك حاجه يا كابتن، هي انت بتقول غايبه في بعض الاماكن طبعا. طيب، وبتقول ان فيها جزء كبير مسؤوليه المدير الفني طبعا. طيب لو خدنا الجزء اللي هو الخط الامامي كمثال، كويس، في تغييرات مستمره على طول. انا لما انزل الملعب، ما انا لحد دلوقتي ما فيش حد فارض نفسه نمره 1 مثلا في المهاجم 1 و2 بالظبط. فانا كمهاجم، ما انا كمان كلاعب عليا دور كبير جدا جدا في الملعب. انا اثبت للراجل ده ان انا الاحق ان انا ابقى نمره 1. وانا بدايه كلامي قلت مين الاساس المشكله؟ مين بص يا ايمن، كل اللي بيحصل في الاسبوع ده
مدير فني بيمرن وبيقول هعمل كذا وكذا 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 وكذا، كويس؟ مظبوط. اخرته بيعمل ايه؟ يا اما بيقف بره او بيقف على الخط. مين اللي بينفذ الكلام ده؟ اللعيبه في الملعب. كويس. اللعيب ده مش عشان ينفذ، لازم يعرف هو نازل النهارده ليه. صح. هل انت متخيل النهارده، اسامه خليك معايا معلش يا اسامه، هل انت متخيل النهارده الناس اللي بدأوا ال 11 النهارده كابتن شريف وهو نازل الملعب كده عارف ايه المطلوب منه؟ المفروض المفروض طبعا. طب عارف ايه اللي المفروض من نفسه يعمل المفروض ايه؟ اللي قاعد على الدكه بره بيتفرج على الماتش ونزل عارف دوره اللي هيقوم بيه. انا جاي خطوه خطوه. طب المفروض انا عارف انا ايه المطلوب مني، صح؟ ايوه. طب هل اداء ده كان بتاع حد مفروض؟ يعني انت ده ادائك في الشوط الاول المفروض انك تكسب؟ لا صح؟ حصل تغيير ونزلت. يعني لو مفيش حد قال لك ده فلان مكان فلان كنت هتحس ما حصلش تغير في الاداء. اديك انت قلتها. أيوة. يبقى المشكله انا قلتها في بسرعه في بدايه يعني بعد المباراه. المدير الفني عليه حاجه وانت كلاعب كوره عليك حاجه. المدير الفني عليه حاجات مهمه بس خارج الملعب كلها. ذهنيا ماشي كويس، نفسيا يهلاك المباراه، التهيئه اللي قبل المباراه، الطريقه المناسبه اللي هو شايفها، مع كل احترام ليه مش لينا، اللي هو شايفها 4 2 3 1 بكابتن شريف باسامه بعادل ببلال بعلاء، اي حد هو اللي شايف كويس. انت دورك ايه؟ انت دورك تنفذ اقصى حاجه عندك باللي طالبه منك المدير الفني حتى لو غلط. انت معايا؟ أيوة. انا معاك اهو. أيوة. حتى لو انت مش مقتنع انه غلط، بس يا حبيبي دي شغلتك. أيوة. دي مهنتك. الفرق بينك وبين بره ان الراجل البروفيشنال اللي بره المحترف ده نازل ببيته رايح شغله، ده شغلي اكل عيشي، ده شغلي. يبقى انا اعمل شغلي وايمن يعمل شغله، مش عارف مين يعمل شغله، كلنا كفريق النتاج يطلع، الشغل يطلع صح. لكن انا مكسل ومش بعالج الاخطاء ومش مهتم اني غلطت النهارده ومش مهتم اني كنت وحش النهارده وروحت واتعشيت وخرجت ومش عارف ايه وانتهينا على كده ومع اصحابي وخلصت مباراه. الثانيه الثالثه بقت عاده فيك، العاده فيك اتنقلت ليك، العاده ليك بقت خلاص. فريق النادي الاهلي ما انا بقول لك النهارده مع الاحترام الكامل لكل اللعيبه، لعيبه ممتازه وطبعا لعيبه كلها تنفع تبقى في النادي الاهلي، بس النهارده بسال سؤال، مين النهارده اللي خلص المباراه وتحس ان هو كان هيتجنن ويموت في الملعب ان حصل كده النهارده؟ هتقولي واحد بس. انت بتقول على اللعيبه اللي في الملعب بس. لا. مفيش. يعني ممكن عين الجماهير اللي بتتفرج، الجماهير بتتفرج بره على القهاوي ولا فين، اقسم بالله النهارده في ناس هتموت وانت خارج من الملعب. 5-2 في النادي الاهلي. انا والله العظيم انا مصدق لحد دلوقتي 5-2 النادي الاهلي واخرج من الملعب. ده انا كنت دفنت في الملعب وخلصت النهارده من وجع الدماغ ده. 5-2 دي اهانه ما بعدها اهانه. لازم النهارده الناس دي تعرف ان انتوا هنتوا النادي الاهلي. بس وصل الرساله دي واتفرج بقى شوف ايه اللي هيحصل يوم الجمعه وسيب زي ما ربنا رايد. بس لازم النهارده الناس تحس، انا هخلص كلامي يا امين، تحس ان النهارده انتوا عملتوا مصيبه. اللعيبه لحظه بس، هم مش حاسين؟ ده شكل لعيبه خرجت حاسه بالملعب؟ لا انا بسالك كابتن علاء بعد هو انا لو حاسس للنادي الاهلي هو انا لو حاسس يا ايمن ان انا خارج من الملعب 3-1 النهارده، كابتن شريف قال لك اللعيبه رمت المردود خلاص انتهى، ده مردودك؟ لا بعد 3-2 ربنا قال لك قربتها بالظبط. ابقى ده شكلك؟ قربتها مع فريق والله العظيم انا يعني من الفرق اللي انا شفتها في حياتي مقسوم نصين. هجوميا هايل زي ما كان حد بيتكلم، ودفاعيا وحش قوي كان اسامه بيتكلم. فده فريق انت تعرف تتعامل معاه والله العظيم بمنتهى السهوله. ده مش بمنتهى السهوله، ده انت اللي تلعبه في صن داونز وفي القاهره وفي اي حته زي ما تحب وباسلوبك. بس ازاي تدخل لعيبتك كده، وازاي تفوز بمباراه زي دي، وازاي تتعامل مع منافس كده. النهارده لا، النهارده لازم كل لعيب يعرف ان هو النهارده في يوم زفت في تاريخ النادي الاهلي. ده اللعيبه. بعد كده بقى الاداره مع يتكلموا مع المدير الفني مع كل الناس، لا لكن النهارده مثلا متاكد ان واحد زي سيد مش هيعدي اليوم ده، لان سيد عايش وعارف الكلام ده. صح. لازم الناس تعرف ايه قيمه النادي الاهلي. بص يا ايمن انا معلش لو طولت، لا صح. في الحاجه الوحشه والحاجه الحلوه استفاد منها. النهارده انت في اسوأ حالاتك استفاد منها. فرصه النهارده تعرف كل الناس اللي موجوده ده قيمه النادي الاهلي، واللي عايز يمشي واللي جاله عرض ومش انا مش مركز فيه يمشي، استفاد منه. لكن خلي موجود في الفرقه دي
رجاله. انا عندي عايز راجل في النادي الاهلي ومش عايز حريف كوره. راجل هعرف اخليه يعرف يعني ايه النادي الاهلي. حريف كوره مش هيلزمني. انا عايز ناس بتحب النادي ده، عارفه قيمه النادي ده، لانك حضرتك قبل النادي ده انت ولا حاجه. مظبوط. ولا كلنا من غير النادي الاهلي احنا صفر. صحيح. هو ده اللي انا عايز اوصله. صحيح.